اخيرا رجعنا تاني. حاجات كتير قوي فاتتنا، احداث كتير قوي فاتتنا. فانا عندي كلام كتير عايز اقوله، فخلينا يلا ما نضيعش وقت. انا ابراهيم الجلفي، وده الهرم الرابع. اهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد في الهرم الرابع. احداث كتيره قوي حصلت، وكلام كتير عايز اقوله. كلام كتير عايز اقوله عن بيراميدز، كلام كتير عايز اقوله عن انا والقناه. يعني موسم تقريبا كامل فوتناه، او تقريبا النص التاني من الموسم فوتناه. كاس العالم حاولنا ان احنا نتكلم عنه، بس ربنا ما اردش ماشي، وما قدرناش ان احنا نكمل، والظروف ما سمحتش ان احنا نصور حاجه بعد كده. بس انا الحقيقه كنت قاعد مستني اللحظه اللي انا هرجع فيها. النهارده في تاريخ تصوير الفيديو هو فاضل يومين على الماتش بتاع بيراميدز والجيش الرواندي. اتمنى ان انا الحق انزل فيديو قبل الماتش. طيب، حاجات كتير عايز اتكلم فيها، حاجات كتير عن بيراميدز، عن نتائج الموسم اللي فات، حاجات كتير عايز اتكلم عن القناه نفسها. فخلينا كده نتكلم شويه عن بيراميدز ماشي، وبعد كده بقى في اخر الفيديو هنتكلم بقى عن مصير القناه العظيمه دي هيحصل فيها ايه. اول حاجه، بيراميدز. خلاصه كده بقى، عايزين الخلاصه كده بتاعت الموسم اللي فات. الموسم اللي فات بيراميدز بيخلص الدوري في المركز الثاني، اللي كان متوقع. الزمالك كان تحت قوي، والناحيه الثانيه الاهلي كان فوق قوي، فبيراميدز كان في النص. والحقيقه الموسم ده فيه ايجابيات كتير جدا في رايي اكتر من السلبيات. ما كسبتش ولا بطوله، ما كسبتش ولا بطوله. ما زلنا دي مشكله كبيره. تقريبا هي دي الحاجه السيئه الوحيده. انت فاهم؟ لكن غير كده، على صعيد نقط كتير جدا، بيراميدز طلع بمزايا كتير جدا. طيب، خلينا نمسكهم واحده واحده. طب، اول حاجه هتكلم عنها هي المدرب. طيب، مشينا تاكيد جونياس، نتائجه كانت معكوكه من 60 نيله. ماشي، جه باتشيكو، بان لنا شويه لعب كوره، بعد كده اتكعبلنا تاني شويه، بس رجعنا نلعب كوره تاني وقدمنا ده كويس. انت فاهم؟ والحقيقه باتشيكو انهى الموسم بشكل عظيم في رايي. شفنا باتشيكو كان ند للاهلي في النهائيات اللي خسرها، كان ند للاهلي، وكان في اوقات كان هو احسن من الاهلي. شفنا في ماتش الكاس او نهائي كاس مصر، شفنا كان بيراميدز تقدم، وكان بيراميدز كان اقرب للمكسب ماشي. وشفنا في نهائي السوبر اللي هو حصل فيه عك ده. انا الحقيقه ما كنتش عايز بيراميدز يروح يلعب الماتش ده بامانه انا كنت شايفه ماتش هزلي كان معمول كده علشان يتلعب وخلاص، والاهلي يتوج، وكأن مفيش اي مشاكل. هو الموضوع كان كبير انا بصراحه ما كنتش عايز بيراميدز يروح الماتش ده، وكنت حاسس ان بيراميدز مش هيقدم اي حاجه، هو كان هيروح يخسر مش عارف 2 ولا 3 ولا 4 ويرجع. بس الحقيقه انا اتفاجئت ان بيراميدز نازل بشخصين، رغم انه كان خسران ماتش دمه تقيل قوي في جنوب افريقيا. طلعنا من الكونفدراليه ورحنا ما قعدناش يوم في مصر، كده سافرنا تاني. كان حوار انا ما كنتش متوقع ان بيراميدز يقدم اي حاجه. الحقيقه بيراميدز كان احسن بكتير من الاهلي، وخسر مش فاكر، تقريبا كان بضربه جزاء ولا حاجه. انا هنا مش جاي اتكلم عن احقيه بيراميدز في الماتشات دي، وان بيراميدز كان المفروض وهو اتسرق وبتاع. مش دي قضيتي، مش ده موضوعي. انا موضوعي دلوقتي هو ان بيراميدز اتبان له الشخصيه، وكان قريب جدا من التتويج، وفرقت على على تفاصيل صغيره قوي. فكل ده يرجع لمين؟ يرجع للمدرب. رقم واحد المدرب اللي قدر ان هو يطلع لنا لعيبه كانت قريبه جدا انها تتوفى، زي مين؟ زي مصطفى فتحي اللي هو في رايي هو تاني احسن لاعب في بيراميدز الموسم اللي فات بعد وليد الكارتي. فاجئني الصراحه، هداف الفريق وواحد من هدافين الدوري، ولا لا لا لا، مستوى عالي جدا. الفضل يرجع لمين؟ يرجع للمدرب. بنشوف هدوء في اوضه اللبس. احنا كنا قبل كده كنا نشوف بيراميدز يكسب له ماتشين، هوب اللعيب ده عايز يمشي، اللعيب ده لا مضى الفريق تاني، اللعيب ده مش عارف بيعمل ايه. هدوء في اوضه اللبس، مفيش مشاكل، مفيش اي اصوات بتطلع. ده يرجع لمين؟ يرجع للمدرب. لحد دلوقتي المدرب انا راضي عنه، الراجل عامل اللي عليه وزياده. انت فاهم؟ وهنبدا نحاسبه على البطولات من اول الموسم اللي جاي.
طيب النقطه الايجابيه في ايه تاني؟ اللعيبه، ذكرنا مصطفى فتحي وذكرنا وليد الكارتي، نذكر مين؟ اذكر رمضان صبحي طبعا. رمضان صبحي تقريبا مصاب نص الموسم، هو نص الموسم الثاني الحقيقه ارقامه عاليه جدا، انت فاهم؟ شئت ام ابيت هو ارقام، مش هنتكلم في ارقام. معدل مساهماته للاهداف بالنسبه للماتشات اللي لعبها يعني الحقيقه واحد من اعلى اللعيبه في الدوري، انت فاهم؟ بس ما حدش بيتكلم عليه، انا الحقيقه مش عارف ليه، يمكن عشان كان مصاب، اوكي تمام. مين تاني عايز اتكلم عليه؟ عايز اتكلم عن واحد محدش برضه مديله حقه وناس كتير بتظلمه وبتيجي عليه. انا الصراحه الراجل ده متعاطف معاه جدا، انا مش فاكر انا انتقدته ولا لا قبل كده، بس انا اعتقد ان انا كده كنت انتقدته قبل كده. بس الحقيقه الراجل انهى معانا الموسم بشكل عظيم. مين ده؟ فجر لقاي. فجر لقاي الحقيقه انا مبسوط جدا جدا ان باتشيكو ابقى عليه وما مشاهوش بعد ما جاب فيتسون مايلي. فجر لقاي من اللعيبه اللي انت هتحتاجها الموسم اللي جاي، هتحتاجها جامد. بيتحرك كويس جدا في المساحه اللي هي ما بين الدفاع وما بين خط النص، بيتحرك وبيعمل مشاكل كتير، ولاعب سريع ولاعب حركي وبيقاتل على الكور، انت فاهم؟ الفينشنج بتاعه فيه مشاكل، الفينشنج بتاعه فيه مشاكل، بس هو عنده مزايا انت هتحتاجه الموسم اللي جاي. الراجل هيفيدك، الراجل عنده محتوى هينفعك في ماتشات كتير. مين تاني عايز اتكلم عليه؟ علي جبر. عند علي جبر. بص يا سيدي، علي جبر قدم مستوى نوعا ما كويس الموسم اللي فات، بس الراجل لسه عنده هفوات، الراجل لسه مش احسن حاجه، مش احسن اختيار، مش هو ده اللي اعتمد عليه طول الموسم، انت فاهم؟ الراجل مش صغير في السن، راجل كبير، وانت عندك زي ما انا قلت عندنا متحديات كتير جدا. ماشي، انت كده كده جبت له بديل، انت فاهم، وجبت له مدافع يعني كويس، بس لسه انا مش عايز اقول عليه حاجه غير لما يلعب. هتكلم كده كده على الصفقات يعني. بس علي جبر فكره ان هو اللعيب الاساسي بتاعك واللعيب الاساسي من المنتخب بشكل كوني معين، انا مش عارف ازاي، انت فاهم؟ الراجل ده ينفعك في ماتشات، بس مش هو ده اللاعب اللي تبني عليه الفرقه. ومن هنا اخدك لمين؟ اخدك لاسامه جلال. اسامه جلال اللاعب اللي لازم بقى يعني يا رب بس احفظه من الاصابه زي ما حصل كده في ماتش الاهلي، بس يعني اللاعب ده كنز، ده اللي فعلا المفروض تبني عليه السكواد بتاعك. الراجل ده عظيم، لازم الراجل ده خلاص يعني وصل للنضج الكروي ده في رايي، يعني ده فتره البيك بتاعه، ده فتره العظمه بتاعته، انت فاهم؟ لازم نستغل الفتره دي كويس. الراجل ده يعني ربنا يبعد عنه الاصابات، هينفعنا كتير جدا. الراجل ده فعلا ده بقى بجد اللي تبني عليه السكواد. غير كده باقي اللعيبه يعني ما لهاش ملاحظات جامده قوي، انت فاهم؟ يعني ان شاء الله اللعيبه الصراحه يعني عملت اللي عليها الموسم اللي فات. كان في احسن بس احنا كنا اتخبطنا شويه في تغيير المدرب ونتائج سلبيه في الاول وبتاع وكلام من ده. ف لكن نوعا ما اللعيبه الحقيقه ادت يعني اداء كويس جدا، انت فاهم؟ وانا الصراحه متوقع منهم حاجه كبيره الموسم اللي جاي. من هنا هاخدك للصفقات. صفقات بيراميدز بقى 10 على 10 ما عدا حاجه. هو ليه شريف اكرامي؟ بص بالراحه بالراحه بالراحه، بس عشان تقريبا يعني الاداره كانت عايزه ترمي لي افين مثلا ان انا اقول في اخر الفيديو يعني ايه ده معناه ان شريف اكرامي يسيب الفرقه. هي تقريبا يعني الاداره عايزه تخليني احافظ على الافيه ده، هو ده الميزه الوحيده بالنسبه لي عامه يعني. ليه بقى شريف اكرامي جدد؟ ليه بقى؟ انا عايز افهمها دي، عايز افهمها، انت فاهم؟ طب احمد فتحي جدد ماشي، اللاعبها بيديك كبير في السن وبتاع، مستواه طبعا مش زي زمان خالص، بس ينفعك، انت فاهم؟ وبيشتغل، بيقول حاجه، بيعمل حاجه، انت فاهم؟ شريف اكرامي ايه بقى؟ حتى الراجل اللي انت جايب له يعني انت دلوقتي شريف اكرامي الحمد لله اثبت فشله بنجاح، برافو هاي، انت فاهم؟ حاجه عن ايدينا مش في ايدينا، نعمل ايه؟ الراجل فشل، انت فاهم؟ قعد على الدكه وبدا يلعب مكانه احمد الشناوي. احمد الشناوي اثبت جدار. هفوات ليه هفوات، بس يعني مش موضوعنا، انت فاهم؟ الراجل الصراحه 10 على 10، وانا شخصيا انا اثق فيه الصراحه في الماتشات الكبيره يعني. طيب شريف اكرامي ليه بقى؟ حتى الراجل ده انت جايب مكانه احمد مهيوب، يعني انت جايب احمد ميهوب، انت فاهم؟ وانت يوسف نادر اصلا بقى بيدخل القائمه بدل شريف اكرامي، بقى عندك 3 حراس، انت بتجدد له ليه بقى؟ هو بيعمل ايه يعني؟ هو مش هو اللعيب الخبره اللي في اوضه اللبس اللي هيتشقلب، انت فاهم؟ ما انت عندك النوعيه دي كتير، ما أنا لسه قايلين احمد فتحي، عندك عبد الله السعيد، عندك علي جبر، عندك احمد الشناوي، عندك اللعيبه الخبره دي اللي تقدر تفيد اللعيبه الصغيره موجود في اوضه اللبس. ومن عندك حارس اهو احمد الشناوي، انت فاهم؟ شريف اكرامي ليه بقى؟ انا عايز اعرف، انا عايز افهم الفكره. فيعني والنبي ده حد يفهمني بس، والنبي ان انا مش قادر اتخيل او مش قادر الاقي ميزه واحده لتجديد شريف اكرامي بصراحه يعني. الصفقات بقى
ماشي. الباقيه كلها كويسه جدا. نبدا طبعا بفيتسون مايلي، لعيب هداف كونفدراليه، لعيب هداف الدوري بتاعه، قوي جدا انت فاهم، لعيب مهاجم سريع ومهاجم هداف بيقدر ان هو يسجل. انا اتوقع صراحه ان هو يلاقي نفسه مع بيراميدز ان هو يقدر ياكل الاخضر واليابس ويقدم مستوى عالي جدا انت فاهم. بس يعني مفيش حاجه اكيده برضه، بس هو الصراحه الراجل مبشر بالنسبه لي. مين تاني؟ الثلاثي بتاع فيوتشر، محمود مرعي ولاشين وبوب. طيب مرعي اتكلمنا عليه، وعلي جبر يعني انت كنت محتاج ممسك رابع انت فاهم، راجل هيديك الدبس اللي انت محتاجه في الماتشات التقيله انت فاهم، ولعيب في وقت الزنقه هتحتاجه، حتى مش وقت الزنقه الراجل لو يعني ممكن يثبت مستوى يلعب اساسي على احمد سامي وعلي جبر. طبعا مش اسامه جلال، اسامه جلال ما يطلعش من الملعب انت فاهم. علي جبر واحمد سامي ممكن عادي جدا نشوف محمود مرعي يلعب عليهم عادي جدا. مهند لاشين، مهند لاشين شرحه انت فاهم، لعيب تقيل، لعيب قوي جدا، لعيب هيقدر يديك الدبس، لعيب برضه فروقات ما بينه مثلا وما بين لعيب زي بلاتي تورين فروقات مش شاسعه يعني انت فاهم. الراجل يقدر يديك سته ويقدر يلعب اساسا على بلاتي تورين في الوقت اللي بلاتي تورين مستواه مثلا بينزل في اوقات. انا الصراحه شايفها برضه صفقه ربحانه، وصفقه احنا كنا محتاجين لها، ان احنا عندنا مشاكل في نص الملعب. انت عندك بديل بلاتي توريه، يعني انت صلبت احمد توفيق وقدرت ان انت منه انسان، لكن هو احمد توفيق يعني مش هيقدر يديك العطاء ده طول العمر، انت كنت محتاج حد انت فاهم. وللاسف البودلة بتاعهم يعني عبد العاطي دونجا وهشام محمد ما يجيبش ان هم ينافسوا على الدوري وان هم ينافسوا على بطوله دوري ابطال افريقيا، فانت كنت محتاج حد. رضا بوبو، يعني انت رضا بوبو ده غالبا هيكون بديل على طول، بس هو بديل يعني جوكر، يعني الراجل ممكن يلعب تحت المهاجم مكان عبد الله السعيد، وراجل ممكن يلعب يعني مكان وليد الكارت. على فكره موضوع عبد الله السعيد هو ممكن يلعب اساسي على عبد الله السعيد في ظل ان عبد الله يعني ايه اتقدم في السن، بس انا احب ان انا اشوف في الحته دي رمضان صبحي اكتر بصراحه انا شخصيا يعني. بس انا بحب بصراحه رمضان صبحي في القلب اكتر بكتير من الوينج، بس ده مش موضوعنا يعني، مش انا اللي هحط الخطه في النهايه. هي الفكره بس ان هو يعني بديل نظيف جدا لوليد الكارت، بيقدر ان هو يلعب بوكس تو بوكس. انت ما عندكش وليد الكارت لو جراله اي حاجه لا قدر الله، حتى لو اتوقف انت فاهم، انت ما عندكش حد الساحر برجليه يلعب بوكس تو بوكس. يعني اللعيبه اللي بداله بتبقى يعني اللي هو ايه، يا دوب انت فاهم، مش ما عندهمش الكرياتيفيتي بتاعت وليد الكارتي. فانت الحمد لله جبت رضا بوبو يقدر ان هو يلعب بديل لوليد الكارتي. الصراحه انا شايف ان ده احسن مركز ليه، هو مركز البوكس بوكس بالنسبه لي، احسن كمان من مركز اللي هو ايه صانع الالعاب. وجبت الثنائي بتوع الزمالك برضه، دول هيبقوا بدله غالبا، يعني تتكلم سيف فاروق، جعفر يوسف، اسامه نبيه، الاثنين غالبا هيكونوا بدله هينفعوك انت فاهم. برضه سكواد دافس. انت على الشمال ابراهيم عادل لو جرى يعني لو هو قرر يعمل زي ما انا بقول، او مثلا لو انا هحط خطه يعني، انت بتتكلم تحت المهاجم في رمضان صبحي، انا هحط بصراحه كيفي كده انت فاهم. فانت عندك على الشمال لوحده خالص ابراهيم عادل انت فاهم. وخلينا اتكلم بقى شويه على ابراهيم عادل. طيب باتشيكو اصر ان هو يبقى عليه وان هو ما يمشيهوش. انا كنت حابب ايه؟ طبعا ابراهيم عادل هيفيدني هو ما ينفعش جدال، ما ينفعش نقاش، ابراهيم عادل احسن موهبه في مصر، اقدر اقول عليه نجم من اول الموسم اللي جاي، اللي هو نجم يعني مش عامله كناشئ. بس الراجل ده بصراحه موهبته اعلى ان هو تلعب هنا في مصر بصراحه. انا الصراحه يعني العك الكروي ده ببقى اللعيبه النظيفه اللي زي ابراهيم، ما بتكلمش يعني على صعيد بيراميدز، بتكلم على صعيد الانديه كلها، اللعيبه النظيفه دي احسن لها بالنسبه لي انها تطلع بره، لان احنا هنا في عك كروي يعني في قاعه القاع في الكوره انت فاهم. فببقى اللعيبه النظيفه دي ببقى عايزها تطلع بره، مش عارف الحقيقه يعني انا عندي مشاعر متضاربه بصراحه، ان انا عايز ابراهيم عادل الاحسن وعايزه يمشي، بيراميدز غله وابقى عليه برضه، شيء ده هيفيدني كفرقه او كمشجع لبيراميدز، مش عارف الحقيقه. بس انا بصراحه كنت تسالني انا كنت هسيب ابراهيم عادل يمشي واتصرف يعني انت فاهم، هيجي لي من وراه فلوس كويسه تخليني ان انا اقدر اعلي الفرقه، رغم ان هو طبعا احسن خيار موجود في مصر واي فرقه تتمناه. بس انا بتكلم يعني ايه على صعيد المصلحه العامه، يعني كنت اتمنى بصراحه ان ابراهيم عادل يسيب الفرقه. حاجه اخيره بقى عشان نقفل الملف بتاع الفريق، هي توقعاتنا للموسم اللي جاي. الموسم اللي جاي يا باشا ما ينفعش تطلع من غير بطوله، تاني ما ينفعش تطلع من غير بطوله، ايا كان السيناريو اللي حصل ما ينفعش تطلع من غير بطوله. خلاص انت فاهم. احنا الموسم اللي فات كنا كده بص ازاي، بص تاني نكسب بطوله انت فاهم. ما ينفعش الموسم اللي جاي تطلع من غير بطوله، لازم
لازم تطلع متشقلب، اتصرف، غيرش الحكام، انا ماليش دعوه. لازم تطلع ببطوله ما فيهاش اعذار، ما فيهاش الا مثلا لو اللي هو ايه يعني الحكم مش اللي هو ظلمك، الحكم كفرك في الملعب ممكن التمس العذر، بس لا غير كده اللي هو ايه لازم لازم ما فيهاش. اللعيبه كلها لازم تكون على قد الحدث. المدرب جاب اللعيبه اللي هو عايزها، هو حتى صرح بده، قال ان هو يعني كان عنده تجارب في مصر وبتاع، ودي اول مره يجاب له اللعيبه اللي هو طالبها بالاسم. مفيش حجج يا باشا، انت مفيش حجج، اللعيبه وصلت لقمه النضج الكروي، اللعيبه لقت الهويه بتاعتها مع باتشيكو، باتشيكو قدر يسيطر على اوضه اللبس، التدعيمات اللي انت كنت محتاجها وصلت. ما ينفعش ما تكسبش بطوله الموسم اللي جاي. بس لحد بقى النقطه دي فالكلام عن بيراميدز خلص. حتى ان انت لو عايز تقفل الفيديو يعني اعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تدعي لشريف اكرام ان هو يسيب الفرقه، يعني لو انت ايه عايز تقفل. الكلام اللي جاي عن القناه وهنعمل ايه بقى وبتاع. طب اول سؤال ازاي انا وقفت ليه؟ بص، مبدئيا انا بعمل كل الحاجات، بعمل كل التجهيزات لوحدي تماما، علشان ان انا اطلع فيديو الموضوع بياخد مني وقت ومجهود كتير قوي، ولو مش هحرق الوقت والمجهود ده انت فاهم، فهو بياخد يعني من عداد دماغي، انت فاهم، ان انا ابدا افكر هقول ايه وبتاع الكلام من ده. والمرحله اللي فاتت كانت مرحله كانت صعبه شويه ماشي، فكان لازم ان انا اضحي. ها طيب، جيت ابص على القناه، الحقيقه يعني الفتره الاخيره القناه ما كانتش بتجيب ريتش للدرجه، فما قلت خلاص يعني انا هضطر ان انا اضحي، وكده كده كنت عامل حسابي ان انا ارجع، انت فاهم. الحمد لله الفتره دي عدت وقدرنا احنا نرجع بقى يا باشا للحاجات اللي بحبها بقى، نصور بقى يا باشا، والكومنتات الهايله اللي بتجيلي. طب والله العظيم وحشاني الكومنتات، انت بتتكلم بقى اللي هو ايه بقى، يا ابني في حد يشجع بيراميدز؟ او الناس اللي هي بتقول ايه انت بتشجع فريق تاني؟ والله العظيم الحاجات دي وحشه، وحياه رب. ولا الكومنت الاعظم الاقوى الافضل في اكتر كومنت بحبه الصراحه، بتاع ان انا باخد فلوس ده ولا باخد وجع ده بقى كيف بقى، ده كيف ده بموت فيه. امسك الموبايل ماشي ابص هلاقي الكومنت ده، يا انت قبضت كام بقى؟ الله، رجعنا بقى للكلام ده بصراحه. فعلا الكومنتات دي والله العظيم كانت وحشاني. فبص عشان خاطر ربنا انزل اكتب لي ايه يعني كومنت من الكومنتات اللذيذه دي، انزل اكتبها دلوقتي، انا يعني عايزك تكتبها عشان بس انا بحبها بصراحه يعني. بالذات الكومنت الاخير بتاع ان انا باخد فلوس ده بقى كيف بقى بالنسبه لي بقى. طيب هنرجع نعمل ايه؟ انا هحدد، يعني لسه ما حددتش، بس انا يعني ناوي احدد يومين في الاسبوع يكون الفيديوهات تنزل فيهم. يوم هنتكلم فيه عن بيراميدز والكره المحليه، ويوم تاني هنتكلم فيه عن اوروبا وعن برشلونه، لان انا بشجع برشلونه، هيبقى يعني لازم برشلونه سيرتها تتجاب، انت فاهم، في فرق يعني سيرتها تتجاب وبعدين يعني ممكن ما تلاقيش الفيديو اللي بعده على حسب يعني الاحداث اللي بتحصل في اوروبا ايه، بس في فرقه اسمها برشلونه كده هتتجاب كل فيديو، سيرتها لازم هتتجاب. فيعني ده اللي انا بفكر فيه الصراحه، يعني يا رب يعني ايه ربنا يوفقني كده واقدر ان انا ارجع بمحتوى اقوى وارجع احسن واتطور مع الوقت ماشي. بس يا سيدي ده كان كل الكلام اللي كنت عايز اقوله، قعدت كتير جدا انا عارف، فيديو طويل، فبس تنساش بقى تعمل لايك سبسكرايب، يا رب يسيب الفرقه، و السلام عليكم.